واحد اثنين ثلاثة. اللي بتقع على الارض مش محسوبة، حطها في الكرتونة. اللي بتقع على الارض مش محسوبة، حطها في الكرتونة. يفياليك يا امين. طبعا يا اخواني كثير قال لي ابو ادم اعمل روتين نظافة في المزرعة، فان شاء الله في الفيديو هذا هنعمل لكم اللي هو روتين نظافة وكمان اشي ثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا يا اخوان في الفيديو هذا حنلقط اللي هو شجرة البوملي، اكبر او اضخم شجرة حمضيات من اللي هو الفئات تبعتها. فبدنا نروح نشوف التحدي بين ادم وامير ومين حيلقط اكثر من الثاني، وكمان حنعمل روتين نظافة في المزرعة وننظف المزرعة ونخليها فل شمعة منورة. فبديش اغلبكم، بس ضلكم معنا للاخر على اساس انه تشوفوا وتشاهدوا ايش نسوي، وحماسي لإلكم عشان انتم تتشجعوا كمان لو عندكم اللي هو مزرعة او حوش تروح تنظفوه. وبديش اطول عليكم زي ما تعودنا. حزمت الامان وانزل تحت وشارك القناة وفعل تنبيه جرس الفائق ابو حزيلة كل جديد، وخلنا نروح وليتس جو. تمام يا اخوان، زي ما وعدناكم انه بعد ما يتم تلقيط الثمار هيتم اللي هو تنظيف الارض، وبالفعل قاعد بكوم للاولاد. هان ايش سوت يا بابا؟ جدع جدع جدع. زي ما شايفين بننظف قاعدين في الارض. خليني بس اشوف المسخم ايش صار فيه. هي بابا استوى، هلقيتها بنخلص وبناكل. بدي اشي امسك فيه، هات الشريط هذه. بسم الله. طبعا زي ما شايفين زيت بلدي من اللي عصرناه، زيتون وبصل واي نوع من التشيكن. طبعا هان في بطاطا حلوة بعد ما نحط هذول حنظبطها. بابا ايدك وسخة، ايدك وسخة. يلا امشي 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 نكمل شغلنا. يلا يا بابا. طبعا توم متفرج علينا قاعد. توم قولهم مرحبا. قولهم مرحبا يا اختي، انت اللي بتطلي العصافير. حطيت الفرشتين على المرجيحة، حطيتها على المرجيحة ونام، مرجحت له اياها نام على الاخر. طب يلا يلا خلينا نخلص. تقريبا هنخلصنا الحمد لله. قاعدين نشوف الحمام ياكلوا بالزيتون. انا بدي اطلع الروم عشان ياكل الزيتون هذا الحب، خسارة نرمي. طبعا امير هان خلص، وهان احنا على ما يبدو خلصنا. طبعا انا ما صورت لك كل شيء من البداية. قلت خلاص، ولكن تذكرت انه خلنا اعملكم هذا الفيديو على اساس انه انتم تتحمسوا وتتشجعوا. ولو عندكم اللي هو مزرعة او حوش بالشكل هذا تروحوا تتشجعوا. كلها تشجيع بتشجيع. تمام. بدنا نحرص انه الرمي ما يروحش غاد زي الدجاج الدور اللي فات. تمام. خلنا ننظف كمان هان وهان. يلا يا بابا. خلني بس انظف له غاد للولد. يلا يا بابا. امسك الباب جاني بتاخدها بالخيار يا بابا. اللي انت شايف كله الخيار هذا الحبس اكلوه كله. امسك الباب بطيء بطيء انا ولا اعمل حاجة. كيفك؟ فين هاي الكيس؟
أمير تعال بالعجل. هات كيس. هات كيس. يلا يا بابا. بس حط رجلك على هيك من برا لبرا. يلا هات هدول. يلا الله بعين مشروع. تمام يا اخوان. نظفنا اللي هو الحوش زي ما شايفين. تركنا بس حبوب الزيتون اللي كانت فيها سوسة او دودة، على اساس انه تاكلها طيور المزرعة. فزي ما شايفين الديك الرومي اول ما طلعه ادم بدأ انه هو ياكل من الزيتون، وكمان في كيس خيار كان غاد في المنطقة هذه فأكله كله. الحمد لله. طبعا يا اخوان الفيديو هذا مش بس انه حنخليه لتنظيف المزرعة، احتمال كمان نلقط معاكم ثمار البوملي. طبعا اللي بعرفش ثمار البوملي حنشوفها في الحلقة هذه ان شاء الله يا اخوان. ف الو بريبادينج. فالمهم خلنا نروح نشوف ثمار الجرين فروت في اللي هو المزرعة او المزرعة الثانية. طبعا هان بعد ما نظفنا الاشي صار حلو. برضه هم بياكلوا الورق اللي احنا لميناه، برضه هم بياكلوه. اذا بتلاحظوا بياكلوا الاوراق تبعت الاشجار اللي واقعة، يعني هو مكنسة طبيعية، ولكن احنا لمينا الاشياء هذه لانه كثير زيادة عن حدها. تمام زي ما انتم شايفين انا بنشف هان خبز، وهان كمان بنشف اللي هو الخبز، على اساس انه قلت لكم قبل هيك مش لازم نحطها هيك فجأة وهي فيها موية او هي لسه طازجة، تعمل مشاكل عند الطيور. فالافضل انه انت تنشفها على اساس انه الطيور تاكلها وهي ناشفة، تدق لها اياها او تحط لها عليها موية على العلف. تمام حنرجع نشوف طيورنا، ولو تم وقت معانا حنطعميهم. ولكن خلنا نروح. ايش سويت يا بابا؟ رميتهم؟ طب تعال يلا نلقط شجرة البوملي الا وهي هذه، ونشوف كم حبة حتطلع. سلامتك يا بابا سلامتك. طبعا يا اخوان ما قلكوش الشهور هذه يعني بنطلع من فصول الشتاء، بنطلع من فصول الصيف وبندخل في فصول الشتاء، فبكون كله مؤامرات حتى لأولادنا. يعني إذا بتلاحظوا الولد بسهل. إن شاء الله خير. طبعا في الحلقات اللي فاتت تلقيتش، بس يجي أخوك لحسن يعيط هلقيت. الحلقات اللي فاتت فرجيناكو وإحنا بنلقط الأشجار الزيتون وأشجار اللي هو الجرين فروت. اطلع استعجلوا، روح استعجلوا، خلينا نلقط يلا. وفي الفيديو هذا حنشوف واحنا بنلقط اللي هو البوملي. هذه بوملية؟ مش مزقة منيح السنة يا بابا، ولازم يكون أكبر من هيك، يعني الواحدة عن 3 لازم يكون كبير. ولكن طبعا الله يرحمه أبوي
شهر واحد اللي فات توفى. فكانت شوية هيك الواحد متضعضعة الحال، طالعين من وفاة أبويا وهيك، فبرضه ما اهتمينا في الأشجار زي كل سنة. هلا صار إنه زي ما شايفين كل الأشجار موقعة ثمارها، ألا وهي هذه والحب صغير، حتى ما فيش حد اللي هو اعتنى فيهم ولا حد اللي هو يعني اهتم فيهم. فكل القصة إنه زي ما شايفين الحب صغير وما فيش حد اعتنى فيهم. يلا لفلي يا بابا عشان نعمل تحدي ونلقط اللي هو شجرة الجرين فروت. تمام، كنت بقولكم انه ما حدش اعتنى فيهم ولا حد زقاهم. صراحة انا زقيتهم كذا مرة، ولكن يعني مش كثير زقيتهم، مش هالكفاية، فكلهم خربوا. تمام، حنجهز حالنا ونشوف كيف بدنا نلقط شجرة البوملي. تمام يا اخوان، جبنا كرتونتين وحنعمل تحدي ما بين ادم وامير. امسك انت وحدة وانت امسك وحدة، بس اعد للثلاثة. استنوا استنوا استنوا. يلا طب اطلع 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 يا خندوز، اطلع اطلع اطلع، تعال حط كرتونتك هان. انت حط كرتونتك حطها هان، يلا. نيش عشان يلم اكتر، عارفك. يلا. 1 2 3. اللي بتقع على الارض مش محسوبة، حطها في الكرتونة. اللي بتقع على الارض مش محسوبة، حطها في الكرتونة. يفيا عليك يا امين. اللي بتقع على الارض مش محسوبة، دير بالك، اطلع جيبها بالعجل، جيبها وانت حط كرتونتك، حطه في كرتونتك. قولكم مين حيكسب، ادم ولا امير يا اخوان؟ انا بقول اللي حيكسب امير، بس اذا ادم شد حاله. وقعوا هيك. طب يلا بالعجل اديله اياهم. ايش بدك فيه انت؟ لقط لك ايش بدك فيه، خليه هو لقطهم عشان مين يفوز. اطلع حطهم وتعال خذ غيرهم. مش حينحسبوا اللي على الارض، مش حينحسبوا، بقول لك. اذا خلصت اخر واحدة وكان على الارض مش حينحسبوا لك، دير بالك. طبعا انا شايف انه امير متغلب عليك، فاذا انت ضليتك في الاسلوب هذا، ايوه تنتين تنتين عشان تتغلب عليه، ايوه تنتين تنتين عشان تتغلب عليه. طبعا نازلين بلقطوا. ايوه 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 ايوه، جوا جوا جوا، هيو جوا. اللي بلقط تبعته بتقع ياخدها على الكرتون. ولك يهبل، روح حطهم في الكرتون اجري. عادي. دير بالك مش حاسبهم عليك، روح خدهم بالعجل بالعجل بالعجل. ما فيش، خلصت الشجرة. ضايل بس، يلا 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 قبل ما يقطفها. اذا قطفها وانت مش حاططهم في السله مش حينحسبوا لإلك. ولك اسرع، ولك اسرع، ولك اسرع. الناس اللي بتطلع فيا، اسرع بالعجل بالعجل. وتبعونك وتبعونك اللي غاد كلهم حطهم في الكرتونه. ضايل شيء؟ ضايل حاجه؟ بالعجل يا ادم، قالوا لي حطها بالعجل بالعجل. قطفها. هات هذيك حطها بالعجل بالعجل، حطها. ولك هذيك اللي غاد، هذيك. هي واحدة. ضايل واحدة، ضايل واحدة. أمير إذا هذا مش حدين يحسب لك يا أمير، أما إنك ما حطيتهاش في الكرتونة. هي في واحدة. طب انزل عشان أشوف، انزل انزل انزل، حطها في الكرتونة لحسن إيش نلاقي إشي ثاني. لا خلاص فيش إشي، مش محسوبة لك يا أمير. لا مش محسوبة لك، مش محسوبة، لأن أنا قلت لك شروط اللعبة. قلت لك شروط اللعبة. في واحدة حتنخصي من أمير لأنه قلت له شروط اللعبة، وعلى ما يبدو ما فيش ولا واحدة. تمام، طلع لي كرتونتك أشوف. طلعها. تعال نروح نشوف نعد كرتونة آدم وأمير. طلع لي كرتونتك. أنا دعيتها بقول. تعال عد لي تبعتك يا أمير، يا آدم. آدم عد لي الكرتونة تبعتك. 4 5 6. لا مش عارفة.
يلا عد اشوف. هات لي كرتونتك انت خندوز ولا يا خندوز؟ 13 18 اخوك اكتر منك مع انه بدنا نخصي له واحدة. 21 22 وصل ال 30 قده. تشيز. طبعا يا اخوان كلنا عرفنا مين اللي فاز، مع انه لازم نخصم من هذاك واحدة لانه لقطها وهي كانت مش تحت، ولكن امير اللي فاز. هل تعلم انه امير فاز عليك في الجولة الاولى لما لقطنا هذيك، وهيو فاز عليك؟ طبعا مش عادي. لا على فكرة احنا الاثنين لانه تبعتي اكبر. استخدمت كثيرة هذيك الكرفوت. طب وهذه؟ لا الجرافات لما لقطناهم لقى الليلة تنتين. طب يلا هات لي الكرتونة اشوفها. هات اشوف. طبعا انت كنت تركز على الكبير صح؟ يلا هاتهم. تنتين كمان مخصومين منه. لا واحدة يا بابا، حتى لو خصمت ثلاث اول اللي فايز اسكت. تنتين انت ما شفتوش كيف كان يمرط مرض. روح اعمل معاه. يمكن فيهم هذول. لا حرامي. شفتها هات عد لي اياهم. 2 4 6 8 9 10 12 14 هاي واحدة 16 18 والله 20 يا اخوان. طب هذه عديتها؟ في واحدة لازم تنخصي ليش؟ لأنه قلت لك أنا 7 9 10 11 12 13 14 15 16. لا 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16. يلا ننقلهم عشان يتقسموا. يلا 21 22. طبعا يا اخوان هذه هي الحصيلة. اقعد عند كرتونتك. يلا اعملوا هيك. طبعا بدنا نشوف البومة ليش بدنا في خلقة امك احنا. اعمل هيك تشيز. احملوا البومة يلا. لا احملوا حبتين هيك يعني. ادم طب احمل الثانية. امير بدها الشبل. يا امير. لا يا امير. لا يا بابا. هيك طلع لك دمامل. يلا وين؟ ما انا مش عارف اخذ صورة، اخوك بتهابل قاعد. طيب هاي تشيز. خلاص يلا يا شباب كل واحد يحمل كرتونته. انا مخبي واحدة تحت. يلا كل واحد يحمل كرتونته. احملها بالعرض. امير احملها انت بالعرض. ثقيلة كثير يمكن فيها 17 كيلو تنتين. تمام يا اخوان خلص اللي هو التحدي واستوى اللي مسخن. فحناكل روح غسل لي ايديك وجريك انت وياه عشان نتغدى. يلا تمام بهيك بنكون وصلنا معاكم لاخر الفيديو، واتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرنا نوصلكم لو شيء بسيطة. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير ابتسامة. اكثر من الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعة.